السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم مليحه. اليوم جيت كالعاده وما جبت لكم شي جديده فارغين، يعني كي نغيب عليكم عرفوا بلي نوجد لكم وصفه حبوباتي. هاد الوصفه راهي جديده من اجتهادي الشخصي البنات، يعني جاني هكا الالهام، درت لكم ديكور جديد كيما راكم تشوفوا. مام يعني لابات ثاني جديده، حاجه هكا شابه بريزونطابل، يعني صراحه للامانه انه مشتو لا منا لا منا. دونك لهنا قلت لكم جاني الابداع وقلت يعني شارك مع حبوباتي، وعلاش لا باش يعني تعم الفائده. راح يجي هبل في البنه ديال البنات بكاع بدون كريمه سائله، يعني هكا اللي يخدموا لي كوموند ولا تاع العرس ولا يعني تشد لكم مده اطول، يعني ما هوليكش راح يخسر لكم يعني فوالا تكون يعني مده الصلاحيه تاعو طويله ويجي البنات بزاف بنين. لهنا يا حبوباتي واش نحتاجو؟ عندنا 250 غرام تاع لا مارغرين بحارة الغرفه. لهنا البنات عندي حبه بيض كامله وصفار تاع حبه بيض كيما راكم تشوفوا. راح نضيف لهم يا البنات في هاد 250 كاس يعني ناقص 2 أصابع ولا نقولوا 4 تاع السكر الناعم. شوفوا لهنا ما نكثرش السكر الناعم باش يعني ما تجيناش الحبات هنا الحلوه حلوه بزاف، يعني نقصنا لهنا السكر كيما راكم تشوفوا. دوكا نروحو نخلطوهم. هنايا البنات نعطي لكم نصيحه، قبل ما ديروا الباطيخ تاعكم لهنا في الخليط ديالكم، خلطوا هكا شويه المكونات مع بعضهم باش كي تكونوا تخدموا من بعدك ما يقعدش هكا كيطير عليكم هذاك السكر ولا هذوك المكونات. لا نضيف ملعقه كبيره تاع الزيت يا البنات كيما شفتوا معايا، وجيت نخلطوا الخليط تاعنا هكا يا حبوباتي حتى يبيض لنا ويضاعف الحجم تاعو. هذه المرحله يا البنات راهي بزاف مهمه باش نتفاهموا، لازم تخلطوهم مع الاول كامل هكايا مليح يجنسوا كامل هذوك المكونات باش تعطيكم يعني عجينه شابه كيما توجور نقول لكم. ودائما حاولوا تهبطوا هذه الاطراف اللي جو هكايا الفوقه باش كامل يتخلطوا مع بعضهم. حبوباتي ما تنساوش جنب هذا الفيديو ولا كنتوا اول مره تشوفوا القناه نقول لكم اهلا وسهلا بكم، ديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش هكا تكبر اللمه تاعنا وتعم الفائده هكا كامل حبوباتي يستفادوا. لهنا البنات راح ضفت كاس تاع لا مايزينا. شوفوا لي يعني نفس الكاس اللي كينا به السكر كينا به المايزينا. ولهنايا عندي البنات 80 غرام تاع البندق، كنت رحيته هكا في المتوسط، يعني ما يكون رقيق بزاف ما يكون خشن، باش يعني كي من بعدك نروحو ناكلو هذيك العجينه تاعنا تحسوا بهذيك القرمشه وهذيك البنه تاع البندق. يا البنات جات واحد لاباط ماشي كي درتها انا راني نشكر لكم فيها والله يا البنات جات تهبل، يعني شوفوا بلا كريمه بلا والو كي تاكلوا هكاك وحدها فيها البنه. هذاك البندق زاد لها يا البنات البنه على بنه واش نقول لكم، الله يبارك جات رائعه. ودوكا شوفوا لي نخلطوهم هكا شويه بالسباتولا راهي باينه الخدمه هاكي البنات كيما توجور نقول لكم. ومن بعد نروحو البنات نطلعوهم بالباتور مليح مليح. شوفوا لي هذه المرحله توجور ديروها يا البنات باش هذاك السكر تاعكم ولا المكونات ما يطيروش. هاني نحضر لكم ونعاود لكم. دوكا شوفوا البنات نطلعوهم كامل هكا بهذه الطريقه، راهي واضحه يعني في الفيديو راه كلش مفهوم. شوفوا يا البنات هكا. ودوكا بعد ما يعني الخليط تاعي شوفوا لي تضاعف لي مليح ولا اللون تاعو فاتح، ضفت البنات ربع ملعقه تاع الخميره. ولا هنا نروح نضيفوا الفارينه تاعنا. شوفوا الفارينه راح نروحوا بالتدريج، نفس الكاس اللي كينا به المايزينا نكيلو به الفارينه. حبوباتي شوفوا نخلي لكم المقادير مكتوبين لهنا تحت الفيديو، ولا نديره لكم في الصفحه تاع الفيسبوك اللي هي لبنى بيرنف اللي تندير لكم فيها وصفات مكتوبه راهي جديده. حبوباتي شوفوا يعني الصراحه انا مانيش نبارطاجي بزاف، مي بون ان شاء الله نطلعوا كيف حبه حبه يا حبوباتي، يعني بالدعم تاعكم والتشجيع تاعكم. يعني قلت لكم نحط لكم لهنا ولا في الصفحه اللي هي لبنى بيرنف تلقاوها مكتوبه ان شاء الله، تلقاوها يعني الصور تاع الحلويات اللي يعني نديره لكم لهنايا. شوفوا البنات لهنا راح نجمعوها هكايا بالعقل، نحلو نخلطو بالسباتول كيما شفتوا ونكملوا نتموها هكا.
هذا يا البنات الكاس تاعي الثالث، درت النهار الاول 2 كيسان، ودوكا الكاس تاعنا الثالث نروحو غير بالعقل، وراكم طمو فيها البنات غير بالاصابع كيما راني ندير انا. هاكا يا البنات شوفوا. راني البنات غير نلم فيها مانيش نعجن فيها، طموها برك هكايا. شوفوا لي البنات لاباط كيفاش راهي شابه هكا. ما تروحوش تزربوا البنات الفارينه يعني باسكو كي نحطوها تبدا تشرب يعني شويه، يعني روحوا لها غير بالعقل وانتم تخدموا. شوفوا لي البنات راهي يعني طريه وشابه هكايا. انا مانيش راح نزيد لها الفارينه. دوك نوري لكم شحال بقى لي يعني من الكاس الثالث. شوفوا يعني درت هكا غير نص الكاس هاوليك، يعني كل 2 كيسان ونص. دوكا البنات نحطها يعني ترتاح. دوكا نقسمها على 2، نحطها هكا في الساشي باش يعني ما تنشفلناش. نص هذا حنخدمو به. شوفوا لي الطراوه تاعها كيفاش تجي هكا يا البنات، ما تنشفوهاش باش تجيكم هكاك شابه. شوفوا لي شحال جات مبسه وجات فريمون بزاف بنينه يا البنات، يعني هايله ما تساعدكم في الخدمه. ودوكا لهنايا تجيبوا يا بابي كويسون تحلوا يعني بين 2 ورقات، ولا تجيبوا هكا يا ساشي غذائي يتباع هذاك الرولو، تقطعوها البنات على 2 وتفتحوها وتحطوا لي عليه العجينه تاعكم هكايا في الوسط كيما راني ندير انا، ديروا نتوما ونجو نحلوها هكا بالحلال. يعني شوفوا تروحوا من الوسط وتهبطوا الجهه التحتانيه ومن بعد تكملوا الجهه الفوقانيه هكا يا البنات. ها البنات طريقه يعني سهله. ودوكا نروحوا البنات نطبعوها. انا عندي هذا المربع. شوفوا لي تطبعوهم يعني كامل بهذا الشكل، ولا تحبوا تغيروا الشكل تاعهم غيروا البنات كيما حبيتوا. انا درت هكا مربع. ودوكا نروحوا الكريمه تاعنا اللي حنحشو بها الحلوه ديالنا. شوفوا لي لهنا يا البنات عندي 250 غرام تاع الزبده. شوفوا تكون بحارة الغرفة. نجو هكايا نهار الاول نخلطوها مليح بالباتر هكايا البنات. لازم لهنا تخلطوها مليح يعني تطلق روحها ويعني يضاعف شويه الحجم تاعها. من بعد يا البنات بعد ما خلطناها مليح كيما شفتوا نروح نضيف لها كاس تاع لا كريم شانتيي. هاد الكريمه ديال البنات شحال تجي بنينه واش نقول لكم، يعني كما نقول لك حوش كنروحوا مي بون البنات لا يعني الصراحه راحه كما يقولوا تجي بزاف بنينه. تقدروا ما تحشوا بها يعني باقي الحلويات تاعكم ما تجيش حلوه بزاف ما تجيش تقهم. ماناش درنا لها السكر الناعم يا البنات، يعني عوضنا السكر الناعم لا كريم شانتيي البنات. ولهنا نضيف لها 2 قطرات تاع لا باتاغون تاع البندق. هاي اللي كي عطينا ريحه شابه ومام يعني تغير لنا شويه في اللون تاع الحشوه تاعنا. شوفوا لهنا راح ضفت لها البنات 2 معالق تاع كريمه البندق. راح يتباع تروحوا عند اي حانوت تقولوا عطينا كريمه البندق يعطيها لكم. راح تعطي لها البنات ريحه شابه وممذوق بزاف شباب. شوفوا البنات هنا بعد ما خلطتها مليح شوفوا كيفاش طلع في الحجم تاعها ولات لي هكايا ليس راح تجيكم بزاف شابه. ونروحوا دوكا الكاناش تاعنا. ولهنايا لازم تحطوا لي راسكم مليح باش وحده ما تقول لي جاني يابس ولا تقول لي جاني جاري. شوفوا لهنايا البنات درت 135 تاع شوكولا بيضاء، ضفت لها 80 غرام تاع زبده، وضفت لها 75 غرام تاع شوكولا تختيني تاع البندق. متفاهمين؟ هادو هما المقادير. شوفوا لي دوك هذه الطريقه تبعوا مليح باش يعني باش كامل تنجح لكم. شوفوا لهنا لازم تدخلوا مليح هذيك الزبده اللي كنا ذوبناها بيان سور هكا يخلطوها مليح بسباتول. شوفوا حتى تولي كامل ما تبانش. نهار الاول لازم تخلطوها هكايا مليح. شوفوا كيفاش راني نوريكم كامل المراحل تبعوهم خطوه بخطوه باش كامل ينجح لكم. هاد الكانش كما كنت قلت لكم يا البنات راهو بدون كريمه سائله.
يجي بزاف بنين ويجي خفيف وما يشد لكم يعني المده اطول. اللي يحبوا يعني اللي يخدموا المشاريع ولا عندهم هكا مناسبه يعني بعيده شويه، تخدموا توجدوا هكايا يبقى لكم البنات لمده اطول، ما راهو حيخسر لكم يعني ما راح يصرالو والو. تبقاو تخلطوا هكا ومنطون راهم المكونات تاعنا يبردوا كيما راكم تشوفوا. لهنا واش راح ندير، نغطيه البنات بفيلم اليمونتير وندخلوه الثلاجه، يعني نحطوه غير من تحت ونخلوه يعني يحكم روحه. ولهنا البنات شوفوا لي هاوليك السابلي تاعي بعد ما طاب لي الله وبرد دات حميره شابه، جا البنات يذوب في اليد قبل الفم. والله يا البنات فيه واحد البنه سورتو هذاك البندق اللي درناه له، كي تكونوا تاكلوا فيه تجيكم هذيك القرمشه كما يقولوا تاع البندق، جا رائع. شوفوا بالنسبه للبنات الحلوه تاعنا يعني السابلي تاعنا كنت طيبته غير من تحت، ما طيبوش من الفوق، خلوه يعني يطيب غير من تحت. حنا ندير كتحميره شابه ونطفولو خلوه يعني بعد وحده ينشف يا البنات. هاوليك خليته البرد ودوكا نجو نخدموه كيف لهنا دار لي كونتيتي البنات الله يبارك كميه ما شاء الله وجا بزاف بنين. شوفوا السمك تاعو كيفاش يجي، هاوليك جا يعني على حبه وصفه كما نقولوا مضمونه قال البنات، ما راح يتغير الشكل تاعو، ما راح يتغير الحجم تاعو، ما راح يتكمش لكم، ما راح يصرالو والو. ودوكا نجيبو هذيك الكريمه اللي كنا خدمناها كيف بالزبده ولا لا كريم شونتي البنات. شوفوا نجو نديرو هاد الجدار هكا، راه طريقه بزاف سهله. وخدموا البنات توجور بلي بوش باش هكا تجيكم خدمه نقيه وتجيكم سهله. شوفوا لي كيفاش راهي طريقه يعني بزاف سهله، ولا فيديو راح يوضح لكم كلش. لهنا نروحو نجيبو البنات الكريمه البندق هاي ليك. شوفوا هذه الكريمه اللي خدمناها وهذه الكريمه اللي تتباع هكا في العلب، راح قلت لكم متوفره في كامل المحلات كريمه البندق. شوفوا لي البنات بزاف بنينه، انا هذه ديفوا هكا نريح ناكلها بالمغرف تلمو هايله في البنات تاعها. وما يعني ما حش نقول لكم كيفاش البنه تاعها راح تجي مع الحلوه هذه تهبل. دوكا لهنا نجيو نفينيو الحبه تاعنا بهذه الطريقه يا البنات، نضغطوا عليها شويه هكا ونسقموا هذوك الاطراف كيما شتوني درت انا ديروا نتوما. راح نعاود معكم حبه واحده اخرى. ما تنساوش حبوباتي جنب هذا الفيديو، الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه نقول لكم اهلا وسهلا، ديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش هكا يلحقكم كامل جديد تاع القناه، يعني كل ما نحط لكم فيديو جديد يجيكم اشعار في التليفون يقول لكم لبنى بيانا في حداد فيديو جديد. هكايا كي نلقى التفاعل تاعكم حبوباتي نزيد نحط لكم وصفات اكثر ان شاء الله. دوكا لهنايا البنات بعد ما كملت يعني كامل الحبات تاعي وهذوما الكواليس كيما راكم تشوفوا واحد الكلاصي هاي البنات طاحت ما عليناش. شوفوا بالنسبه لهنا الشوكولا تاعنا تاع الكلاصات واش درت، جبت شوكولا بيضاء بديت نضيف لها البنات غير بشويه شوكولا بالحليب البنيه. نهار الاول البنات جاتني لا كولور هكايا جاتني كلاغ جاتني فاتحه ما عجبتنيش، رحت عاودت ضفت لها يعني شوكولا بالتدريج حتى تحصلت على هاد اللون اللي يجي في الكريم ولا في الباج ولا هكايا. شوفوا لي بزاف شباب، على بالي لهنا ما يشتبه لكم يعني الصوره مليح لانه راني نصور لكم لا فيديو في الليل وراني بلا رينغ لايت يا البنات، راني غير هكاك مي بون يعني نحاول كما نقولوا ندير لكم نوضح لكم الصوره خير وخير. ودوكا شوفوا لي البنات هذاك الكاناش تاعي هاوليك، شوفوا كي تجبدوه يكون هكا يابس حاكم روحو، راكم تشوفوا يعني خطوه بخطوه. لازم هنا يا البنات قبل ما ديروا الباتر لازم تخدموا هكايا يعني بالملعقه تنحوه كامل باش هكا يعني يعطي لكم اليد وتخدموه مليح. شوفوا لي البنات هنا جبت الباتر ونجو نطلعوا هذاك الكاناش تاعنا متفاهمين. شفتوا يعني وريت لكم خطوه بخطوه هكا باش كامل تنجحوا فيه يا البنات. يعني نهار الاول كي نجيبو لهم الثلاجه يكون هكاك حاكم روحو يابس، وكي تخدموا فيه يبدا يطلق روحو ويتضاعف الحجم تاعو كيما راكم تشوفوا. كي تلحقوا لهاد المرحله ديال البنات لهنا نحبسوه ما نزيدوش نخلطو. شوفوا لي تحصلوا على كاناج يكون ناعم ويكون ما يطيحش من الملعقه هكايا تحبسوا يعني ما نزيدوش تخلطوا بالبعدة.
انا راح نضيفو قطرات من عجينة البندق ولا لا باتاغون تاع البندق، يعني عجينة منكهة لتعطينا يعني ريحة شابة للقانش تاعنا، وثاني تغيرنا اللون هكا باش كامل تفهموا. دوكا يا البنات راح نديروهم في لابوش ونجو نديرو هذاك الديكور تاعنا كيف يعني اللي تكون تعرف اللهم بارك ديرو عاجل، اللي راهي حابه تتعلم حنوريلك يعني بطريقه مفصله.